مساء الفل والحب على كل حد بيسمعني او بيتابعني في تشانل هبة اف ام. ويلكم. تابعوني على تشانل هبة اف ام لغز حكايتي. بسم الله كده بقى، بما ان الشتاء قرب يدخل او على الابواب خلاص، واول شتوية تقريبا انا خدتها من داخل الملعب وانا بلعب راكت، اسمحوا لي بقى احقد عليكم شوية لانكم اكيد بتستمتعوا بكل اجواء الشتاء جوه البيت، على كل المشروبات السخنة والمأكولات السخنة كلها في وقت واحد. ايوه، ما انا تقريبا كنت بعمل زيكم كده، بس ده الشتاء اللي فات، ما تستغربوش. بس اللي انا عاوزه اقوله النهارده في الحلقة باني الحمد لله بقيت حد نشيط، وده لحد دلوقتي، يعني مش ضامنه اللي جاي لسه. خليك بقى اكتف وقوم وانزل وشارك في اي رياضه انت بتحبها. اصل الصراحه بيني وبينكم كده اكتشفت ان احلى رياضه في السيزون كله هي بتكون في الشتاء. ليه؟ لانها بتكسر تقريبا كل قوانين الاكتئاب، وكمان كل قوانين الارق والتعب والارهاق، بره بقى عن قصه انها بتكسر عظمك اصلا، بس مش مشكله، المهم في الاخر توصل للفورمه او التارجت اللي انت عايزه. طبعا الكلام ده اكيد مش جديد عليكم، ولا لا سمح الله هتتاثر بكلامي وتنزل تلعب رياضه من بكره الصبح. اما اللي انت عايزه تقولي ايه يا كابتن؟ عايزه اقول لكم اني اخيرا صورت احلى مباراه راكت بعد عناء وشقاء وبهدله السنين، سواء بقى من تدريبات كتير او ارهاق حتى بعض المدربين معايا وحاجات كتير بقى من النوع ده، بس كل ده يهون قصاد التارجت اللي انا وصلت له لحد دلوقتي. بس اكيد لسه في احلى. اللي انا عايزه اقوله هنا سريعا اني ابتديت فعلا من الصفر، وده في خلال 3 شهور بس وصلت للنتيجه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. يعني اللي انا عايزه اقوله لكم مفيش حاجه اسمها صعب، وطبعا ده بحكم انك لازم تكون عندك اراده الاول قبل ما تمارس اي حاجه في حياتك. وطبعا قبل اي حاجه احب اشكر كل مدربين الراكت بصفه عامه اللي اتشرفت بمعرفتهم الفتره اللي فاتت، واللي لسه هتشرف بيهم الفتره اللي جايه، واللي معظمهم دربوني فعلا ووقفوا معايا بجد، ووقفوا معايا باخلاقهم قبل تدريبهم ليا. طبعا ملحوظه صغيره كده كنت عايزه اوجه رساله لاي حد متدرب جديد: لازم يكون عندك قبل اي حاجه مثل اعلى، مثل اعلى تتفرج عليه كتير او عايز تبقى شبهه، مش شرط تقلده، ما قلتش كده، بس عشان في يوم من الايام توصل للمرحله الجامده اللي هو وصل لها. خليه قدامك كتير عشان تعرف تجتهد على نفسك قوي وتشتغل على نفسك جدا وتوصل للمرحله اللي انت عايزها. وكان بالنسبه لي المثل الاعلى في لعبه الراكت او الكباتن اللي لعبت معاهم بالفعل هيكون اقوى فور هاند الجنرال كابتن عظمه، اقوى اوبشن وكوليكشن وحركات المايسترو كابتن بيرو، واقوى سماتش وشوت كابتن سليمان، واقوى اداء وطولة بال كابتن الناظر، واقوى صد كابتن عجميستا، واقوى لعب وتنويع كابتن ايمن الشواتفي، واقوى اداء واسلوب الاناقه في اللعب كابتني الرحال العالمي محسن بيومي. اما بقى التحدي واللعب الجامد هيكون كابتن محمد ابراهيم. واخيرا الكابتن الاول والاسطوره، وخصوصا بالنسبه لي لانه اول حد استقبلني في بدايه مسيرتي للراكت هو كابتن اسلام محمد، وطبعا كابتن المز اللي لعبت معاه مؤخرا، وكابتن جيمي، وبعض الكباتن الكتير جدا. تحياتي ليهم كلهم، كل الشكر هنا والتقدير مرة تانية ليكم كلكم، وكل الشكر ليكم اعزائي المتابعين لو تفاعلتم معايا باللايك الجامد والاشتراك في القناة، وده بعد اذنكم طبعا. واخيرا نبدأ بقى جولتنا القوية جدا باجمل مباراة راكت سنجل والمنتظرة بعد رحلة كفاح 3 شهور، ولأول مرة كابتن ياسر فهمي وكابتن هبة جابر. أنا جاهزين؟ ليتس جو. في بداية الكلام كده أحب أعرفكم بنفسي، أنا كابتن هبة جابر سنجل، وبلعب في الماتش ده كمان سنجل. هواية الراكت ده بقى من زمان قوي عندي، بس ما كانش عندي الفرصة الصح اللي تخليني أعرف أتقنها لحد ما اتعرفت على بعض الجروبات بالصدفة البحتة، وبالفعل نزلت هنا في أول فريق ليا كان اسمه ايجيبشن راكت تيم، والحقيقة استفدت كتير قوي من بعض الكباتن زي كابتن عظمة وكابتن سليمان وكابتن حودة عجمي وغيرهم كتير من الكباتن. فبحكم إني ما كنتش أعرف غير الفريق ده بس ساعتها كنت بمشي على كل قواعدهم احتراما للأسس والمبادئ، فمع مرور الوقت عرفت فرق تانية أكيد، وقررت إني أخوض التجربة معاهم من باب لم المعلومات الكافية أكتر، وده مش غلط أكيد.
ولا يعوق اي حد من اي فريق. فاكتشفت ان ده مش من قواعد الفريق، وانهم بيرفضوا بشده التعامل مع اي فريق اخر غيرهم طول ما انت لسه في فريقهم، وده في حد ذاته يسمى عنصريه. لان اللي انا اعرفه عن اي رياضه او اي فرق بيكون في حاجه اسمها الروح الرياضيه للعيبه كلها مع بعضها، حتى ولو كان بيجمعهم تنافس في قلب اللعبه. فطبعا هنا حصل اللي كان لازم يحصل، هو خروجي من الفريق طبعا. وبدا مشواري الحقيقي من اللحظه دي مع كل الفرق بقى باكملهم، بالروح الرياضيه بقى اللي بجد، الحماسيه اللي بكل حب واخلاق. بس بالنسبه بقى لكل حد بيلعب راكت او نفسه يلعب لسه، احب اقول لكم من الاعماق انها بتخرج اي طاقه سلبيه جواك، وبتعلمك يعني ايه معنى التحدي والاصرار، ويعني ايه حلمك يكون متنشل عليه بهدف صح، ويعني ايه مهما ارادتك مش جايباك ومش عارف توصل حتى ازاي. احب ابشرك واقولك بان كل مجهود خارج منك اكتر، وكل التعب والارهاق الذهني والعضلي اللي بيكون متسبب لك طول الوقت واحيانا بيكون مستمر، صدقني اكيد كل ده مش هيكون على الفاضي ابدا. انت بكده بتكون وصلت وعديت كمان اهم الصعوبات، لان الصراحه اصعبها هي دايما البدايات. اصلها مش بالارقام ولا بالميداليات، ولكن بالاستمراريه للنهايه. وطول ما في عزيمه واصرار اكيد مش هيكون في سقف للنهايه. صد انت بس وافضل مكمل، مش عشان تثبت للناس انك افضل، ولكن عشان تثبت لنفسك وبس انك تستحق الافضل. مش عيب انك تكون واضح مع نفسك وتقيم نفسك صح، عشان لما توصل لمرحلة الصعود فيها بيكون صعب، هتعرف ساعتها انك بطل من الابطال وكمان متألق. اثبت وجودك دايما بنجاحك، وابعد عن العدوانيات لانها ما بتعملش حاجة غير انها بتنزف من حماسك. وصلت؟ تحياتي.